ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، ورجعت لكم بحلقة جديدة وبنتكلم عن المعبود تحوت. المعبود تحوت سيد السماء والمجلل بالأسرار، رمز الحكمة والوقار. ليه أسماء تانية كتير لقب بها هذا المعبود المثقف الفيلسوف. بنلاقي إن هو أول من خط بالقلم. تحوت معبود الأشمونين، له زائغ الصيت في المملكة المصرية القديمة، معبود الحكمة والقمر، وهو المعبود الوحيد اللي بيجيد القراءة والكتابة. حصل هذا المعبود تحوت على لقب سيد خامنو نسبة للأشمونين الحديثة، واللي أصبحت منذ إذن وحتى العصر المتأخر في التاريخ المصري من أجمل مراكز عقدته أهمية مركز عبادة المعبود تحوت، واللي بيرجع المركز العبادة ده لمدينة خامنو، تلك المدينة اللي بيسميها اليونانيين هرموبوليس، والعرب كانوا بيسموها أشمون. ومن الأشكال اللي بيظهر بيها تحوت في المخطوطات كان بيرسم عادة على هيئة بشر لراس أبو قردان، أو على هيئة أبو قردان أيضا. عندما يكون في الهيئة البشرية بنلاقيه بيمسك الصولجان وعلامة العنخ اللي هي علامة الحياة. كان بترسم جميع الآلهة، لكن غطاء الراس بقى بتاعه كان بيتغير طبقا للوظيفة الإلهية اللي بيرغب الفنان في تقديمه عليها. فإذا كان مثلا الإله قصدي المعبود اللي كان بيحصي الوقت والمواسم، نجد إن على راسه هلال وقرص الشمس. كده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، انتظروني الفيديو الجاي بمعبود جديد. سلام.